السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من تاني ومعاكم أحمد عبد المحسن. النهاردة جايين نتكلم على سؤال دايما بيتسأل لنا، وهو المطبات. هو أنا في المطبات المفروض آخد المطب بسرعة، ولا المفروض أهدي خالص، ولا المفروض أقف قدام المطب، ولا أعمل إيه بالظبط؟ طيب، المطب بيفرق اذا كانت العربيه مانوال او اوتوماتيك، ولا ما بيفرقش، ولا هما الاثنين بيتعاملوا واحد؟ وانا لو عربيتي مانوال المفروض اخد المطب على الاول، ولا اخده على الثاني، ولا ممكن اخده على الثالث، ولا اعمل ايه بالظبط؟ فكل الاسئله دي جايين النهارده نتكلم فيها، فخليكم معانا للاخر عشان في حاجات ممكن تكونوا هتسمعوها لاول مره النهارده. عايزك تكون فاهم في البدايه ان المطبات اللي عندنا في مصر بنقسمها لنوعين. مطبات الحكومه بتعملها، ودي اللي هي بتبقى المطبات العريضه، ودي بتبقى كويسه جدا للعربيه. ليه؟ لان العربيه بتطلع وبتمشي على المطب وبتنزل، فالعربيه ما بتحسش او ما بتتاذاش قوي من المطب دوت. وعندنا نوع تاني من المطبات، ودي اللي الاهالي بتعملها. المطبات دي اللي هي بتبقى رفيعه جدا. المطبات دي مشكلتها ان العربيه تحس ان هي بتتشال وتتهبد من عليها، فعشان كده المطبات دي بيبقى لازم نهدي السرعه فيها جدا وناخدها بالراحه جدا. هو الموضوع ده بيفرق اذا كانت عربيتي مانوال او اوتوماتيك؟ طبعا بيفرق، لان المانوال مشكلته بيبقى فيه غيارات ودبرياج وحاجات كتير او خطوات كتير جدا. تمام، فاحنا هنتكلم في البدايه لو عربيتي مانوال ازاي اتعامل مع الموقف ده، او ازاي اتعامل مع المطبات بشكل كويس. مبدئيا كده انا مثلا لو ماشي وجايب الغيار الثالث وماشي بسرعه 60 او 50 او اي سرعه مناسبه للغيار الثالث، ببتدي ان انا اول ما بلاقي المطب قدامي بدوس دبرياج وفرامل وهدي سرعه العربيه. طيب انا هديت خلاص سرعه العربيه، اهديها بقى لدرجه ان انا ارجع للغيار الثاني، ولا ارجع للغيار الاول، ولا ايه؟ دي بتبقى عمليه تقديريه بحته، يعني انت بتقدر المكان ده او بتقدر المطب ده، ودي بتبقى على حسب خبرتك للمكان وانت مشيت في المكان ده ولا لا. يعني مثلا في اماكن ممكن امشي فيها لاول مره والاقي مطب، ابقى تقديري ان انا ممكن اخد المطب دوت على سرعه 20 وهدي واكمل على الثاني مثلا، واجي اخد المطب ده على سرعه 20 الاقي العربيه تتشال وتتهبط بينا جامد جدا، وان المفروض المطب ده كنت هدي بسرعه اقل من كده. فعشان كده انت لو ما مشيتش في الشارع ده كتير، او لو ما عدتش من المطب ده كتير، او لو ما عملتش الحاجه في المكان ده كتير، فابتدي خد العربيات اللي قدامك كدليل ليك، خصوصا لو انت شخص لسه في بدايه سواقتك. فخد العربيات اللي قدامك دليل ليك، شوفها بتهدي خالص للمطب، ولا بياخدوه بسرعه، ولا بيعملوا ايه. وطبعا بناء على كده هتجيب الغيار المناسب للسرعه اللي انت هديت لها، وده كنا عرفناه في الفيديو بتاع الغيارات اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده. بنشوف السرعه اللي احنا وصلنا لها ديت كام، وبنجيب ليها الغيار المناسب بتاعها. المشكله الكبيره بقى اللي بتقابل الناس في العربيه المانوال في المطبات، ان هو بيقف على المطب، او ان هو يقف قبل المطب، او يقف فوق المطب. ودي بتبقى مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان العربيه هنا ممكن ترجع على الناس اللي ورايا. يعني انا بقى دلوقتي عندي مشكلتين. اول حاجه ان ممكن العربيه ترجع على الناس اللي ورايا وتخبطهم. تاني حاجه ان انا عايز العربيه اصلا تقدر تعدي المطب، والمطب هنا بقى قوه جامده قصاد العربيه. الدبرياج لوحده مش كفيل ان هو يقدر يعدي لي العربيه من المكان ده. فانا عشان ابتدي او اتجنب الحاجه ديت واقدر ان انا اعدي من الموضوع ده، بنعمل نفس اللي كنا اتكلمنا فيه في الفيديو بتاع المطالع اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده. ان انا هبتدي بقى ادوس دبرياج وفرامل واشد الهاند بريك واطلع بالبنزين والحاجات دي كلها. طبعا لو ما اتفرجش على الفيديو بتاع المطالع ممكن يرجع تاني ويشوف الفيديو دوت. انا عشان اتجنب بقى ان العربيه اصلا تقف مني على المطب، فابتدي خد خطواتك من بدري. زي ما دايما بنقول ان المانوال خطواته كتير، فعشان خاطر تقدر تعملهم كلهم بشكل كويس فاستعد من بدري. يعني انت لو لقيت مطب من بدري، ابتدي دوس دبرياج وفرامل، يبقى دي كده خطوه انت خدتها. هات الغيار المناسب ليك، يبقى دي خطوه تانية انت عملتها. بمجرد ما بتهدي وبتوصل للسرعه المناسبه وبتجيب الغيار المناسب ليك، تبتدي ان انت تسيب الدبرياج عشان العربيه يبقى فيها قوه تقدر تعدي المطب او تقدر تعدي المكان ده. يبقى انا كده شايف مطب مثلا من على بعد وليكن 100 متر، ابتديت ان انا ادوس دبرياج وفرامل، هديت السرعه، خلاص خلصت من موضوع التهدئه، جبت الغيار المناسب ليا، وليكن انا هديت خالص فرجعت للاول، او ماشي بسرعه مناسبه مثلا فرجعت للتاني. اي غيار، يعني انا دلوقتي جبت الغيار المناسب للسرعه اللي انا عليها، فمش فارق معايا الغيار، يبقى انا هديت السرعه خلاص، جبت الغيار المناسب خلاص. ببتدي ان انا اسيب رجلي بقى من على الدبرياج عشان العربيه يبقى فيها قوه تقدر بقى ان هي تعدي المطب ده. لان انا بشوف ناس مثلا يجي يجري بالعربيه ويجي عند المطب يقوم جاي دايس دبرياج وفرامل جامد جدا. طيب انت هديت خلاص، كويس ماشي، انت هديت، بعد كده هتعمل ايه؟ لسه قدامك ان انت تجيب غيار، لسه قدامك ان انت تقدر تسيب رجلك من على الدبرياج. فكل ده وقت كبير ما بتلحقش تعمله، فبيخلي ان العربيه تقف على المطب، العربيه ما بيبقاش فيها قوه جامده تقدر تعدي المطب ده خلاص. نيجي بقى للعربيات الاوتوماتيك. العربيات الاوتوماتيك طبعا الموضوع فيها بيبقى ألذ بكتير جدا، لانه ولا فيه غيارات ولا فيه دبرياج ولا فيه كل الكلام دوت.
فبالنسبه للاوتوماتيك ببتدي ان انا احط رجلي على الفرامل اول ما بشوف المطب، وابتدي ان انا اهدي السرعه بتاعتي لغايه ما اوصل لسرعه تقريبا مناسبه للمطب. وده زي ما كنا بنقول من شويه، يا اما تقديرا يا اما بشوف العربيات اللي قدامي وصلوا لسرعه ايه، وابتدي ان انا اهدي واوصل لسرعه زيهم. طب انا هديت السرعه خلاص، اول ما اجي على المطب او قبل ما اجي على المطب على طول ببتدي ان انا اشيل رجلي من على الفرامل. ليه بشيل رجلي من على الفرامل؟ عشان العربيه يبقى فيها قوه دفع تقدر تعدي المطب او تقدر تطلع من المكان ده. انا لو العربيه وقفت مني على المطب هعمل ايه؟ لو العربيه اوتوماتيك، بالنسبه للاوتوماتيك كده كده موضوع الرجوع ما بيبقاش موجود، لان قوه دفع العربيه بتعادل رجوع العربيه، فالعربيه هتقف منك على المطب. فاهم حاجه او اخطر حاجه بنقول عليها اللي هو الرجوع على الناس اللي ورانا، او ان انا ممكن ارجع عليهم واخبطهم، ما بقتش موجوده في العربيه الاوتوماتيك. فتفضل عندك تاني حاجه ان انا اقدر بس اطلع من المكان دوت، او ادي العربيه قوه شويه ان هي تقدر تطلع من المكان ده، وده هيبقى عن طريق البنزين. فانا هاجي ادوس سن بنزين صغيره خالص، الاقي ان العربيه بدات ان هي تطلع من على المطب او تعدي المطب او تعدي المكان اللي العربيه ما كانتش قادره تطلع منه او تعديه. بيبقى بالشكل ده احنا اتكلمنا عن كل حاجه عن المطبات. لو عربيتي مانوال هعمل ايه، ولو عربيتي اوتوماتيك برضه هعمل ايه. طبعا لو في حاجه مش فاهمينها ممكن تبعتوا لنا وتسالونا على القناه، وما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. السلام عليكم.